نزلت البربريان والارشر على شكل قوس، بحيث اني انظف الاطراف لما انزل الملك والملكة ما يشطحون، يدخلون الى جوا التصميم. شوفوا كيف بعد ما نظفت نزلت الملك والملكة ما شطحوا، الملك فقط النوب شطح شطحة غبية، الملكة ما شطحت. المهم طلع لي دعم الكلان، نزلت عليه 2 مشروب سم، العمالقة دخلوا الى جوا التصميم، مشروبين صحة كافيين. طبعا انا الحين معي مشروبين صحة. شوف تاون هول 10 مع انفيرنو، انا لسه ما وريتكم اصحاب تاون هول 9 اللي هاجمتهم. شوفوا كيف في الطريقة هذه وصلت الى جوا التصميم، اخذت البيت واخذت مخزن النفط وطلعت. اخذنا 3100 دارك من هذا التاون هول 10. خلينا نروح للي بعده. شوف هذا وين مخزن النفط، هنا على الطرف. اوكي نزلت مشروب الزلزال من موقع استراتيجي، شوفوا وين كيف، بحيث اني لما انزل العمالقة ما يطلع. طبعا نزلت هنا عملاق عشان اطلع دعم الكلان. المهم سحبت دعم الكلان فوق، تخلصت من دعم الكلان وبدأت الاستراتيجية. طبعا هذه الطريقة الثانية اللي هي يكون معك 3 مشروب زلزال و1 في دعم الكلان و3 مشروب صحة. هذا سحبت التاون 9. شوف نزلت العمالقة، بعدين نزلت بربريان وارشر بحيث اني انظف، وبعد ما نظفت نزلت الملك والملكة ودخلوا لجوا التصميم. شوفوا ايش سووا في جوا التصميم. استخدمت فقط مشروبين، معي مشروب ثالث ما استخدمته خليته. فانت عشان جيشك يخلص لو تبغى تجهز الجيش الاستراتيجية هذه يبغى لك 20 دقيقة، ولو سرعت البركسات وسرعت في المجوهرات هذه التسريع الساعة 5 دقائق جيشك جاهز. يعني كل 5 دقائق تجمع على الأقل 2000 نفط أو 1500 نفط مكسب. يعني المشروب الدارك اللي تستخدمه يبغى لك 500، بتوفر على كل هجمة تخسر 500، يعني يطلع لك 2000 1500. شوفوا هذا من وين هاجمته. طبعا تأكد طلعت دعم الكلان، بعدين سحبته تحت خلصت منه وتمام. اصحاب تاون 8 طبعا قبل ااكد من الاستراتيجيه هذه، عندي اصحاب تاون 8 طبقوا الاستراتيجيه، لكن حاولت اكلمهم وتواصل معهم عشان بصور المقطع، مره ما كانوا متواجدين، وانا كنت بنشغل جدا الفتره هذه. الوقت هذا صرت فاضي، قلت لازم اصور المقطع. المهم لاحظوا نزلت العمالقه، بعدين نظفت الطريق، نزلت الملك والملكة بحيث انهم ما يشطحون، ضروري ما يشطحون عشان توصل الى مخزن الدارك. شوفوا الى الان انا استخدمت فقط مشروب صحة واحد. شو المشروب الصحة الثاني بعدها اتوقع ما استخدمت مشروب صحة ثالث، لا ما استخدمت.